اليوم بنسوي مع بعض اللحم المشوي الشوى العماني. بنبتدي نسخن شوية زيت، فبنبتدي بس نحط الفلفل مالنا بس شوي، بس بنشيلهم، بنخليها برا النار وبنحط الكمون، الفلفل الأسود والكمون الحب، بنخليها تبرد شوي. بعد ما بردت عندنا البهارات اللي حمسناها شوي بنرد نحطها في الهاون، الفلفل مالنا معاها بندقها، بنضيف لها الحين شوية ثوم وشوية كركم، شوية ليمون وشوية خل تفاح وشوية خل تمر، وإذا ما حصلنا خل تمر ما كان متواجد عندنا في البيت نقدر نستعمل البلاسمك فينيجر. نبتدي نجيب اللحم اللي عندنا ونحاول نسوي شوي فيه كم فتحة بالسكين، بس ننتبه. نحط اللحم في كيس علشان نبتدي نحط عليه خلطة البهارات اللي سويناها. ندلكها تقريبا عشان بس كل الطعم مال كل البهارات يروح على اللحمة كامل. نطلعها من الكيس، وبعد ما حطينا أوراق الموز داخل الصينية اللي بنحطها في الفرن نحطها داخل. ريحتها صراحة روعة روعة. الحين ندخلها الفرن تقريبا لمدة نص ساعة بس شوي تتحمر، وفي هالأثناء بنجهز التسقاية مالتها اللي هي ماجي ويا شوية ماي. بنستخدم مكعبين ماجي، بنزيد عليهم الماي. الحين جهز عندنا مثل ما احنا شايفين الصوص روعة. نرجع الحين نحط ورق الموز اللي بقى عندنا نغطي فيه اللحم، ونصب الصوص اللي سويناها ونغطيها بورق ألمنيوم. نحاول نغطيها يعني نسكرها قد ما نقدر، ونرجع نحطها في الفرن. تحتاج على نار خفيفة، نقلل الحرارة على 150 درجة. بنطلع الحين اللحم مالنا ونبتدي نقدمه. ألف هني وعافية.